أجمل شيء هو الاسترخاء بدون عمل طوال اليوم. هاي وودي، هل تأتي لتكون مدربي؟ موعد سباق الشاطئ اليوم. أوه، لا أستطيع يا ويني، هذا عمل شاق جدا. لقد كنت أتدرب على 3 أشياء: السباحة، الغطس، والتزلج على الماء. والآن ما رأيك أيها المدرب؟ لست مهتما. هل ذكرت الجائزة؟ جائزة؟ الفائزون يحصلون على رحلة أسبوعين عطلة استوائية فوق أضخم سفينة في العالم كله. ماذا ننتظر؟ هيا لنذهب إلى الشاطئ ونفوز بالجائزة. هيا هيا أسرعي. مرحبا بكم في أكبر شاطئ في المدينة، والمسابقة الكبيرة للسباحة والغطس والتزلج على الماء. يا زعيم، تلك الجائزة تبدو رائعة للغاية. أمامنا مسابقة لنربحها، عليك أن تركز جيدا. علي الفوز؟ على الغش. أول مسابقة ستكون السباحة. المتسابق سيسبح للطوافة ويلتقط أول علم. هذا مناسب لي. ربما كان هذا لأني أنا من سيسبح. حظا سعيدا يا صديقتي، وتعودي على النظر لهذا لأنك ستكونين خلفي وتنظرين إلي. مستحيل، سنربح المسابقة. كيفما تقول. استعد للسباحة يا تويكي. السباحة؟ لا يا زعيم، أنا أغرق كثيرا. لا تقلق يا تويكي، حين تضغط على هذا الزر ستكون محصنا ضد الغرق. في أماكنكم، استعدوا، انطلقوا. أنجدوني. أنا أسبح يا زعيم، أنا أسبح. أغلق فمك واسبح بسرعة. هاي! أنت لماذا توقفت؟ خدعنا باز عديم الفائدة. سلام يا حمقى. هيا لنعلم هؤلاء الحمقى درسا. سيأخذ الأمر أكثر من خدعة الحبل لهزيمتنا. الغشاشون لا ينجحون. غير معقول. هذا رائع يا تويكي، الآن فزنا بالجولة الأولى. إنه رائع للغاية. المرحلة التالية، الغطس العميق. هل أنت متأكد أني أحتاج إلى كل هذا الوزن؟ إنه أسرع طريق للقاع وللعالم التالي يا تويكي. أنت تريد الفوز بالجائزة، صحيح؟ نعم، لكن لماذا لا أضع أنا الصخور في جيبي؟ الغواصون، استعدوا، اثبتوا، اغطس. هيا غوص يميني. هيا اذهب. باز الغشاش عديم الفائدة، سترى. يبدو أنكم بحاجة للمساعدة. يا إلهي، إنها مفاجأة صادمة. فاز بهذه الجولة ويني ووود بيكر. هذا يعني أننا سننتقل للجولة الأخيرة. ويني، اهتمي أنت بالتزلج وأنا سأهتم بالغشاشين. نحن لن نقبل بأن نخدع. مستحيل. يا زعيم، هذا لا يعمل جيدا. هذا سيثبتك، وكف عن التذمر. والآن سنتخلص من كل الوود بيكر إلى الأبد.
قرش قرش. توقف عن هذا، إنه أنا فحسب. لا أحد يستطيع التنكر هكذا، لكنك تستطيع يا زعيم. استعد يا ويني. هناك شيء ما يجري هناك. شيء كبازل قرش. سأساعدك يا ويني. أنا سأريكم. ها هم قادمون يا محب الرياضة. لم ينتهي الأمر بعد، على اللوح أن يعبر خط النهاية. هيا تعال إلى هنا، أمسكتك. أحسنت يا ويني. والفائزان هما ويني ووود بيكر. نجدة. من لا يمكنه أن يعجب بهذا المكان يا وودي؟ إنهم اثنان من الحمقى يا ويني. سأبذل قصارى جهدي وسأفوز بالمباراة بالتأكيد. تنتقل من وودي إلى وودي لتسجيل الهدف. وودي اليوم هو يوم المهرجان السنوي. سآخذ فطيرتي اللذيذة الشهيرة للمشاركة في مسابقة المهرجان، وفي غيابي أريدك أن تعتني بابنة أخي. ماذا؟ مستحيل. اقرأ الفقرة 3 من القسم ج من عقد الإيجار الخاص بك وأنت تفهم. عليك الاعتناء بالأطفال في أي وقت أو تواجه الطرد. يا إلهي. هي تبدو بالتأكيد قريبتك. كانت تقرأ هذا الكتاب لتجد موهبة تناسبها. جيني، وودي هنا سيساعدك لتجدي موهبة حتى أعود. من الأفضل لك أن تتجنب عمل المشاكل يا وودي، هذا أفضل لك. تاتا. إذا أنت تبحثين عن موهبتك؟ لا. هل تمانعين إذا شاهدت التلفاز وأنت تبحثين عنها؟ لا. هل تمانعين إذا نمت؟ لا. حسنا إذا. ماذا جرى؟ ما الذي حدث؟ ما الذي تعتقد أنني جيدة فيه يا سيد وودي؟ أنك مزعجة. ما الذي تجيده أنت يا سيد وودي؟ عليك أن تعلمني ذلك. أنا أجيد النوم رقيبي. وماذا بعد؟ كتابي هنا يقول أن كل الوود بيكر يجيدون أعمال الخشب. نعم، أنا أجيد أعمال الخشب حين لا أكون نائما. ماذا؟ هل جننتِ؟ أحتاج للخشب. لا، صدقيني، الخشب ليس موهبتك. حسنا، ليس بعد. حسنا، ليس بعد، ليس بعد، ليس بعد. لا يمكنك قطع شجرتي من أجل موهبتك. إذا عليك أن تجد لي شيئا آخر أكون جيدة فيه. توقفي عن البكاء، سنجد لك موهبة. اهدئي. ماذا عن علم الأرصاد الجوية؟ ممتاز، عليك بدراسة الطقس، وأنا سأذهب للداخل لدراسة الأحلام. أنا أجيد الأحلام. أحتاج لدوارة رياح، ليس لدي ديك، لكن لدي وودي. الرياح تصل.
جيني، ما الذي أفعله هنا؟ تساعدني في تحسين موهبة الأرصاد الجوية. بأي اتجاه تعصف الرياح الآن يا سيد وودي؟ أنت لا تساعدني كي أكون مراقبة أرصاد. مراقبة الأرصاد ليست موهبتك، أنا الذي سأختار. وجدتها، جمع الحشرات، هذه موهبتك. هل أنت متأكد؟ إنه عمل رقيق وهادئ. اذهبي الآن واجمعي الحشرات وراقبيها. مرحبا، هل توجد حشرات هنا؟ مرحبا. أنت ماذا تظنين أنك تفعلين؟ نحن نعيش هنا. يمكنك أن تؤذي أحدا بما تفعلين. أنا أدرس الحشرات. ماذا تفعلون؟ نحن نمل. نجمع الطعام ونأكله. إنه عملنا. حسناً، لا توجد مشكلة. من القائد تانجو للقادة. نحن سننفذ عملية التجمد العميق. جيني، ماذا تفعلين؟ تراجعوا. عودوا إلى هنا بهذا الطعام. مذهل، النمل يجري بسرعة. كل نملة تهرب بحياتها. تراجعوا تراجعوا. قل لي ما الذي يحدث هنا؟ ما زال ليس لدي موهبة يا عمتي. لن يكون هناك موهبة لي أبدا. سيد وودي لم يساعدني لأكتشف أي شيء أجيده على الإطلاق. يا وودي! اهدئي. أعرف تماما ما هي موهبتك يا جيني. تعالوا إلى هنا. سيدي ميجربول، يا لها من مفاجأة. استرح يا سرجنت، ستسافر في إجازة أليس كذلك؟ حسنا، إن الجيش يريدك أن تقضي إجازتك هنا. لكن سيدي، كنت ذاهبا لجزيرة استوائية دافئة. إذا خدمتني الآن سأخدمك يا هوغواش. أنا سأرشدك للمنطقة العسكرية 1. الجيش عمل بهذه المنطقة السرية منذ أكثر من سنة. ما ستراه الآن سري للغاية، وهو لعينيك فقط. إنها جنة يا سيدي. نعم، إنها أحدث التكنولوجيا العسكرية. كل شيء هنا، من دخان البركان الاصطناعي إلى أصغر حبة رمل معد من خمن من ماذا؟ محصول طبيعي واحد. ليتها البطاطا. أحب البطاطا. واو، الموز الذري، طعام حيوي خارق بكل المكونات الغذائية. ليست البطاطا. سيرجنت، لا يمكنك أكل الموز أو لمسه. يمكنك النظر للموز حين ترويه. مفهوم يا سيدي. بعد تفكير، لا يمكنك حتى النظر إليه. سيدي، وماذا عن عطلتي؟ استمتع بها يا سيرجنت، طالما أن المنشأة مؤمنة والموز الذري بخير. أنت حر في الاستمتاع. استمر. سيدي، نعم للسباحة والشمس والبحر والهواء. ها أنا قادم يا عطلة. قطرة صغيرة هنا وقطرة هناك، والآن حان وقت الاسترخاء والمتعة. أنا قادم.
إيه. قف يا لص الموز الصغير، أنت تسرق من ممتلكاتي. أمسكتك يا بطريق، أنت على وشك أن تتلقى درسا في الطيران. أنا أطير. لقد أمسكتك الآن يا لص الفاكهة. أين ذهبت يا ترى؟ ظننت أنك يمكنك الهرب من هوغواش للغابة. حسناً، لا يمكنك فعل ذلك يا صغير. أنت الآن مطرود رسمياً. ها هي المياه أيها العطشى، هيا هيا اشربوا ولا تقلقوا بشأن هذا البطريق السيء، فهو لن يزعجكم بعد الآن. حان الآن وقت المرح. دو 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 أي أي دو 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 إيه إيه. قف، لن يفسد أي بطريق عطلات اليوم. توقف عن رش الماء في وجهي، سوف تهزم يا فتى. لا، ها هو يدور ويدور ويدور. لطالما أردت هذا. ماذا؟ ما الذي تفعله؟ لقد أفسدت عطلتي بما يكفي يا لص الموز الأحمق. قل وداعا للمكان يا بطريق. ارجع إلى هنا. ما هذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ هوغواش، ميجربول، أنا سعيد بلقائك وبرؤيتك وبوجودك هنا. يا فتيات، هيا ارقصن، هيا هيا. هوغواش، عطلتك انتهت إلى الأبد حتى تصلح هذا المكان بالكامل وتزرع الموز من جديد. ألا تحرك تحرك تحرك. سيأتي حالا مني ووالي. لا 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 لا. كل الهدايا على بالي. لا 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 لا. نسهر ونعد الليالي. لا 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 لا. عمي ودي عمي ودي. هاي، هذا ليس عادلا. كان عليك الانتظار لأكل الحلوى مثلنا. هيا يا سبلانتر، لنجهز لزيارة سانتا. في المرة القادمة عليك أن تزيد السكر يا وودي. أنتما الاثنان عليكم التأدب، وإلا سأقول لصديق سانتا ألا يحضر هدايا لكما. لن تفعل هذا. لا أحد يمكنه رؤية سانتا يا عمي وودي. لهذا سنقوم بتصوير فيديو سري له الليلة وننشره على موقعنا الإلكتروني سبلاتر ونوت راديو ريان سانتا.
تشكاني في أني أعرف سانتا؟ ويني، قولي لهما إني أفضل صديق لسانتا كلوز. تابع يا وودي، والقردة يمكنها الطيران من أنفي حين أعطس. إذا لولاي لما كان هناك كريسماس أصلا الليلة وإلى الأبد. أنقذت الكريسماس، كما أنني أتذكر ذلك كأنه حدث بالأمس. كانت ليلة باردة قبل الكريسماس، وكنت بالخارج أبحث عن مكان جديد للسكن. أوهو، إنه يوم حظي. بيت شجرة للإيجار. يا له من مكان مريح لأعلق زينة الكريسماس عليه. وحين يراها سانتا كلوز سيترك لي بعض الهدايا. عيد سعيد أيها المسافر الصغير. رأيتك تحملق في لافتتي. تحتاج إلى مكان للسكن، صح؟ حسناً، أعتقد أن لكل واحد الحق في أن يكون له منزل مريح في الأعياد. مكان يزوره سانتا. هيا افتحها، هدية من مالكة المنزل لمستأجرها المفضل الجديد، ولكن ليس قبل أن توقع على العقد وتدفع $500 مقدماً و500 بعد ذلك و500 أخرى للتأمين. ذلك يشمل $2000 إذا فقدتها أو كسرتها أو جرحتها. المعذرة، أنا لا أملك كل هذا المال. إنك عديم الفائدة. تحاول أن تستغل عطفي في ليلة العيد. حسناً، خذ. يا لها من عجوز شريرة. وما الضرر من هذا؟ لن يأتي أحد لتأجير المكان الليلة. لذا تصرفت كأني بمنزلي. أول ليلة لي في بيت شجرة المريح كانت ليلة الكريسماس. ما الذي يحدث؟ سانتا كلوز أتى وأنا متيقظ. لديك الليلة عمل كثير. ماذا أحضرت لي؟ ساعدني، لقد خطفت. اتصل بالعمدة، اتصل بلجنة حماية الجنيات. المختطفون. والآن كل ما علينا هو حبسه داخل هذا المنزل الفارغ، وننتظر بعد ذلك دفع فدية $1,000,000. أو يلغى الكريسماس للأبد. الكريسماس يلغى؟ مستحيل. من يريد أن يصبح زليونيراً؟ ها هي فديتنا يا زعيم. إذا تحرك تظاهر بأنه أنت. عيد سعيد هنا. كريسماس سعيد. إنه عيد جميل، مكان لطيف به العديد من السجاجيد. من تكون أنت؟ أنا الجني المساعد هنا، لا تهتم بوجودي. ها؟ سانتا، أين أنت؟ ها؟ لم أسمع قط عن الجنيين المساعدين. هيا اخرج. أتيت هنا قبل سانتا لأخذ كل الأشياء القديمة التي سأستبدلها في الكريسماس. نعم، إنها صفقة جيدة. سانتا، أين أنت؟ سأستبدل الأشياء القديمة بالجديدة. نعم، أي ألعاب، صناديق أو محمصة قديمة. غير معقول. ما الذي يحدث هنا؟ هذا المنزل تم اختياره ليحصل على أريكة جديدة هدية للكريسماس. ولهذا أعرف أن سانتا ليس على جدول أعماله المجيء لهذا المنزل الليلة. أنا لا أعتقد أني أعرف اسمك، لذا سأرى إن كنت على قائمة الفتيان اللطفاء أم الأشقياء. هذه الأريكة ستبقى هنا. النجدة. تماسك يا سانتا، أنا سأنقذك. لا، النجدة. النجدة، لا يمكنني انتظر يا سانتا، أنا قادم. سأمسكك إذا وقعت يا زعيم. اتركني أيها الأحمق.
لقد أمسكت كريسماس سعيد يا أولاد. احترس، انظر. واو، أيوة. يا أودي، أشكرك. أطفال العالم يشكرونك. أنت أنقذت الكريسماس. وهكذا أنقذت الكريسماس. رائع يا عمي وودي. تلك الأشياء المجنونة عن الأريكة جاءتنا بفكرة عظيمة. نعم، ستكون مكانا جيدا لتخبئة الكاميرا. لا أحد يصدقني، هذا كله ما حدث لي. أهلا يا أصدقاء، عيد سعيد. عمي وودي كان يحكي لنا عن العام الذي أنقذ فيه الكريسماس. يبدو لي أنه حكى لكما عن كيف أنه فتح الأريكة وقذف سانتا للسطح وألقى حقيبة من الهدايا فوق رؤوس الفتيان الأشرار. أنقذت الكريسماس وأنت تعرفين. لم تفعل. بل أنت لم تقل حقيقة ما حدث يا وودي. أتريد معرفة من أنقذ الكريسماس حقا؟ إنه أنا من أنقذه، وأنا أذكر ذلك وكأنه حدث بالأمس. لقد كانت ليلة باردة جدا قبل الكريسماس، وكنت أخبز فطيرة العيد اللذيذة. أنا لم أعرف وقتها، ولكن الكريسماس كان على وشك أن يلغى، وكل ذلك بسبب وودي. ذلك حين حدث شيء عجيب، وسمعت صوت طرقات خفيفة على الباب. العيد هو يوم السعادة، ورأسي يحتاج لضمادة. ما هذا؟ يا لها من موهبة، لقد وقع على الأرض الباردة. أوه يا للفظاعة، علي الاعتناء به. توقفي أيتها العربة. توقفي. خمن ماذا؟ معي كل هدايا سانتا. الآن أين ذلك الأحمق تويكي؟ لابد وأن أقوم بإنقاذ الكريسماس بأي شكل. وودي، حررني أرجوك قبل أن تفسد أنت الكريسماس. سعيدة بأنك بخير يا عزيزي. خذ هذا الكاكاو ليجعلك تدفأ. ماء دافئ لرأسك، وأنا سأقوم بتخفيض الإيجار من أجلك. هناك شيء آخر ترغب فيه؟ أريد أن أتعلم الرقص. وأنا بارعة في الرقص. هيا. علي خداعها لأطول وقت ممكن. هذان الاثنان سيكشفان أمري. اهدأ الآن، إن هذا المكان يؤلمني. أنا أحلم بفستان زفاف أبيض. أنت ثانية يا وودي، ابتعد عن صغيري. إنه يحاول خداعك يا سيدة ميني، وقد خطف سانتا كلوز. ألم يقول لك من قبل إنه لا أحد يحب الثرثرة؟ لا، انتظري، وودي يقول الحقيقة. أمسكي بهذا المجرم. سأعلمك كيف تلعب بمشاعري مرة أخرى. على الخروج من هنا، أخرجيني. أعطني هذا يا وودي. لا أحد يتحرك، وإلا سأضرب سانتا بالفطيرة. ويكي، كنت أعرف أنك ستتعلم. ماذا؟ لا، لن تفعل أيها الأحمق الصغير. عد إلى هنا. أيوة البودينج.
أوه سيدة ميني، كيف لي أن أشكرك؟ لقد أنقذتني وأنقذت الكريسماس. وهذا هو ما حدث. خدعة البساط هذه رائعة للغاية. سنستخدمها إذا حاول سانتا الاختباء من الكاميرا. هذه أسوأ حكاية كريسماس سمعتها في حياتي. هيا لنحركها بالقرب من المدفأة. أنت تنقذ الكريسماس؟ وودي، أنت لا يمكنك حتى إنقاذ نفسك. عيد سعيد للجميع. ها هي كرات اللحم الخاصة بالكريسماس. إنها لا تضيء في الظلام ككرات اللحم الأخرى. أهلا بك يا والي. ربما يمكنك أن تحسم شيئا. أول عام أتى فيه وودي للحي، من أنقذ الكريسماس؟ دعيني أفكر في هذا. طبعا، لقد كنت أنا. ماذا؟ ما الذي تتحدث هل عنه؟ جننت؟ لقد كان أنا أنا. أنقذت الكريسماس. أنا الوحيدة. لا، ليس أنت. إنه أنا. نعم، أنا أنقذت الكريسماس. أتذكر ذلك كأنه حدث بالأمس. كنت أضع تمثال سانتا السويدي في حديقتي. يا للحظ. الآن قد وجدت عربة سانتا. لم لا تنظر أين تذهب؟ أهلا جاري. أنا آسف بشأن صديقي. اذهب وأحضر مركبة سانتا وأسرع. إنه متحمس للغاية بالطبع. كما ترى نحن من لجنة عيد الكريسماس الدولية. أوه، هل يعجبك تمثالي؟ نعم، إنه جيد. لكني معجب بتزيينك للحديقة أكثر. أوه، قل لي إني فزت بالمركز الأول. إني فزت. بالطبع أنت فزت، والجائزة هي رحلة لأرض اللالا. خذ. ما الذي يحدث؟ إنه ليس سانتا الحقيقية يا زعيم. ثق بي يا تويكي. حين نلبسه ملابسه سيشبهه ونحصل على الفدية. يا لا. انتباه، معنا سانتا كلوز، ونريد فدية مالية وإلا لن يكون هناك كريسماس أبداً. لا تسمعوا له، أنا لست. لا تترك، إنه سيفسد علينا أمرنا. إذا قاموا حتى بلمس غزلاني سوف أضعهم في قائمة الأشقياء. ابتعد عن طريقي يا وودي. هذا سانتا العجوز لطيف للغاية وأنا لن أدعه يذهب. هل جننت يا ميني؟ سانتا متزوج بالفعل بسيدة، وأنا أنقذته. ردوا لي ألعابي أيها اللصوص. الآن لدينا 2 سانتا يا زعيم. لا، لحظنا حصلنا على واحد فقط. اذهب واحضر. اتركوا سانتا، إنه يخص. يا هجوم سانتا السويدي. يا مجنون. عرفت أن الطريقة الوحيدة لإيقافهم هي ضربهم بكرات اللحم الفولاذية. وهكذا أنقذ والي وورليس الكريسماس بالتأكيد. أنت أحمق ككعكة الفاكهة. هذا ليس جزءا مهما. الجزء أنا أنقذت الكريسماس. ألا تفهمين؟ كاميرات مراقبة السطح جاهزة. الكاميرات هنا جاهزة أيضا. واو، انظري هناك. هل هذا؟ انتقلي
مؤثرات السطح. إنه هنا. هاي انظروا إنه سانتا. وهو يختطف. يا جماعة، هل أحد المختطفين كان كبيرا وشكله مضحك والآخر قصير شكله مضحك؟ أنا فعلته. لا، لقد كان أنا. لا فائدة منهم. اصمت، نقول لك اصمت. جميعا انظروا. أنا أنقذته، صدقوني أنقذته. سنحصل حتما على الفدية هذه المرة. لا ميني ولا وودي سينقذانك. حقا؟ ها؟ ماذا؟ الطائران المخدعان. لو، لقد هربا من السجن. سننقذك يا سانتا. انبطح. انظروا يا جمهور، سانتا العجوز بنفسه. كرات اللحم، البساط والأريكة أفضل طريقة لإنقاذ الكريسماس. كان هذا على سبلانتر ونوت هيد جريان سانتا.com. نوت هيد وسبلنتر. غزلاني تشكركم. جنياتي تشكركم. أطفال العالم يشكرونكم. كلنا نشكركم لإنقاذ الكريسماس. بالطبع، لكنهم استخدموا أسلوب الأريكة الخاصة بي. بدون طي البساط ما كانوا وصلوا أبدا لأريكتك. حقا، لكن كرات لحمي بدأت هذا كله. أنت وكرة اللحم لا أحد يحبها هنا. أهم يفعلون دائما هكذا؟ إنهم مزعجون. راقب. كلنا أنقذنا الكريسماس. لا 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 لا. هيا نغني، هيا نرقص. لا 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 يا ودي، أنا أنقذ اسمعني الكريسماس. جيدا. واحدة. أنا من قام بإنقاذ الكريسماس. لا الكل يعلم ذلك. لابد أن تصدقوني. أريد حق منكم. لن يتنازل عن حقي في إنقاذ الكريسماس. نقانق ب5 جنيهات. يا للحظ، فقط جنيه واحد. احصل على وزنك السلطة ب3 جنيهات فقط. 2 من اللحم ب150. ما زال كثيرا. كل ما يمكنك أكله من البيض بجنيه واحد. هذا لي أنا. أهلا، أتكلم مع من للحصول على البيض؟ أهلا بك. يمكنك أن تحدثني أنا المسؤول عن المزرعة. بيبت. الآن إذا أردت البيض يمكنك أن تدخل الحظيرة وتأخذ كل ما تستطيع حمله من البيض. كن حذرا. الأفضل في المجموعة، أفضل طعم وأسرع بيضة. هاي، دفعت عند الباب واللافتة تقول ما يمكنك حمله.
هاي، ما خاطبك؟ لقد قلت إني دفعت وأريد بيضي. بيض بيض. خدعتك. جاء الوقت لآخذ بيضي. أوه، المسابقة ستبدأ مبكرا هذه السنة. جئت لآخذ أحسن بيضة عندك للمنافسة. لدينا الكثير من البيض الكبير هذه السنة. هل سيستطيع بيضك المنافسة؟ ممكن. جائز. نعم، إن كنت محظوظة. ممكن. سأضطر لأخذ هذا للفحص الرسمي. إن لم تسمعي منا فلأن هنا من هم أكبر وأفضل بيض. هذه حتما ستفوز. وكما أقول دائما، الأشياء الصغيرة غير مفيدة. حينما نريد الإفطار فالأكبر بالفعل مفيد. غير معقول. منذ سنوات أنا وصديقي نفعل هذا. أنت الوحيد الذي استطاع أخذ بيضة. يا لها من بيضة. ما هو سرك؟ حسنا حسنا، أحيانا عليكم بتكسير بعض البيض لعمل الأومليت. يوم رائع للشاطئ. سماء صافية، هواء منعش، وإطار مثقوب. أوه، ما هذا؟ مستودع خردة إجوانا تيد مغلق. حسنا، إذا كان مغلق فهو لن يحتاج لهذا. $10، لكني لا أريد زيارة الحيوانات، أريد زيارة الشاطئ. جرب قفص الجمل، به رمل ويبدو تماما كالشاطئ. هاي إطاري. يا من تأكل الموز، هذا ليس أتحاول معاملتي كقرد. أيها الشاطئ، وها أنا قادم. لن تفعل. قلت لك إن هذا
إذا أرأيت آية أفلام جيدة؟ لكني دفعت من قبل. يا للحمق. نعم إنه حمق، فأنا حيوان يبيع تذاكر لرؤية الحيوانات الأخرى في أقفاص. لن أتغلب عليه، سأقوم بمبادلة. أستطيع رؤية الحديقة من هنا. لا بأس بها. دعني أساعدك يا صديقي. نعم، أنت متأرجح رائع. أنزلني. أواثق بأنك لا تريد اشتراكا سنويا؟ يا صديقي، ما رأيك في لعبة خمن مكان الكرة؟ راقب أين أضع الكرة. خمن أين هي الآن. عرفت؟ كانت معي طوال الوقت. لا تذهب بسرعة. أنا يمكنني الرماية أبعد منك. ارمي خارج الحديقة لتهزمني. أعطني أفضل ما لديك. هذا القرد بارع. هاي، لن تتجشأ أعلى مني. اهزمني. الخدعة أن تشرب أكبر قدر ممكن. هذه ستكون كبيرة. سلام. لقد فعلتها. إنها لي. بل لي. في الحقيقة هي لي. عدت من العمل وكان إطاري مفقودا. مشاغبون. الآن لن أذهب للشاطئ. ماذا؟ أتحب الشاطئ؟ آسف يا صديقي، لا يمكننا الذهاب للشاطئ دون إطار. سياراتي! رائع! والآن جاء موعدكم مع يوم آخر في حياة كابتن جود لايف. أوه واو، لقد بدأ كابتن جود لايف. إنه بطلي المفضل. صب لي كوبا من عصير الجزر يا ويمبول. تم صبها يا سيدي. الآن اشرب الكوب من أجلي يا ويمبول.
حسنا سيدي. الآن تجشأ من أجلي يا ويمبول. حسنا سيدي. هذا البرنامج دائما يضحكني. أتمنى لو كان هناك أحد يخدمني ويقوم بالتنظيف بدلا مني ككابتن جود لايف. هاي، انزع تلك الشطيرة عن منقارك واستمع لهذا. جهاز أنت اثنان، وهو للاستنساخ، يسمح لك باستنساخ نفسك في منزلك. احصل على ضعف المرح، أكمل ضعف مهماتك بشخص آخر يشبهك. شخص آخر يشبهني؟ هذا صحيح، لا تتأخر، اطلب جهاز الاستنساخ المنزلي أنت اثنان. لو استنسخت نفسي فلن أقوم بأي شيء بنفسي بعد الآن. حتى كابتن جود لايف لا يملك مستنسخ. أهلا، هنا وود بيكر، أريد جهاز الاستنساخ المنزلي أنت اثنان. طرد خاص لود بيكر. واو! صب محلول الجينات الأزرق في إناء الفقاعات. أضف معلوماتك الجينية. إذا كنت وود بيكر أضف ريشة من ذلك. ماذا؟ أنت فريشة ذيلي؟ هيا فعلها. انتظر لحظة. إذا كانت ريشة واحدة من ذيلي تصنع نسخة مني، فريشتان ستصنعان نسختين مني. شكلك يبدو غير سيء، ستكون وسيما مثلي. عمل رائع قمت به أنا. نعم، تشرفت بمعرفتك. بيتك جميل. كم يساوي بيت شجرة كهذا اليوم؟ انظر، لا يوجد في ذلك ريش. لما هذا؟ اهدأ قليلا. أنت هنا لجعل حياتي أفضل، لذا كبداية كف عن الثرثرة. دعنا نرى. نعم، اذهب وأحضر حذائي الفارو. كيف عرفت هذا؟ أنت تذكر. انتظر لحظة. احترس. ليس سيئا. الآن دعنا نرى. أريد عيش الحياة الرائعة تماما كبطلي كابتن جود لايف. ولكي تعيش حياة الكابتن عليك ارتداء زي كابتن جود لايف. احترس. ماذا تظن أنك تفعل بي؟ لا ليس كافيا، تحتاج لقبعة. لكن ومجوهرات. الآن انتظر لحظة. وللتأثير المناسب زي هواي. أنت غاضب مني، نعم، أنا غاضب. أنت هنا لتحقيق رغباتي، لا لتحول حياتي إلى عرض سيرك. نعم أنت غاضب، لكن لما لا نحاول خفض ضغط دمك حتى نمرح؟ وأنا أعرف كيف أفعل هذا. أتعرف كيف عرفت؟ لأني أنا أنت وأعرف ما يفرحك. آيس كريم بالفانيليا. هل أنا محق؟ أنا محق. حسنا، هذا ما أكل دائما ليفرحني. أنا سعيد بفكرتي. لقد صنعت 2. تريد واحدا؟ ماذا عن 2 آخرين؟ 2 وأيضا 2. هيا نأكل. يا لها من فوضى. اسمعني هنا أيها المزعج عالي الصوت الخارج عن السيطرة. أعرفك جيدا. أتعرف ما تحتاج؟ حمام ساخن بالفقاعات لتهدأ. سأجهزه. لقد صنعت وحشا مني، علي التخلص مني. أنا هو قبل أن يدمر حياتي. ها هو حمام ساخن بالفقاعات. هل تنضم لي؟ أنا بالطبع أحب كل شيء تحبه أنت. نعم، لكني أحبه بمزيد من الفقاعات. بالطبع، للمرح. أكبر قدر ممكن من الفقاعات. تعال هنا. لا، أرجوك لا تفعل. اقترب مني وسأؤذي البطة. أنت الشخص الوحيد الذي سيؤذى فورا. إذا كنت أنا
فسوف أظهر في شكل متنكر، والتنكر الذي سأختاره سيكون مرحبا، لا تهتم بي، أنا في طريقي للمسرح. إبراهام لينكولن. سأتمرن على خطابي وأنا ذاهب. منذ عقود وبدء سنين ضوئية طالب آباؤنا بالحرية، وعاشوا في مدينة جيدة تسعى للحرية. إيه ما هذا؟ لا يمكنك فعل هذا بي، ما زال لدي الكثير لأفعله. انتظر أنا أذوب. لا تفعل أرجوك لا تفعل. تذكروا أيها المشاهدين، لا تحاولوا عيش الحياة المرفهة وحدكم، عليكم بمشاركتها مع أحد حتى ينظف ما تسببتم به من فوضى. هنا كابتن جود لايف يقول: عيشوا حياة سعيدة. الآن هذه هي الحياة. $50 مقابل حصان. لدينا أفضل الخيول هنا يا صديقي. أعرف عن ركوب الخيول أكثر من أي شخص آخر. وأهم شيء هو الفارس وليس الحصان. أرى أن غرورك كبير كقبعتك. دعني أريك ماذا لدينا أيضا. لا غال جدا. $5 الآن نتحدث. لا أعرف سيد وودي، فقد أخذنا ماونتي من عزبة قريبة من الجنوب، وهو عديم الفائدة، لا يفعل أي شيء سوى الجلوس. عديم الفائدة؟ ستكون محظوظا إن جعلته يخرج فقط. أنا أؤكد لك يا صديقي أنني لن أراوده فقط، بل أيضا سأهزمكم به. موافق يا فتى المدينة، هيا نخرج. أراك في الحلبة يا وودي. ليس إذا رأيتك أولا. أول قاعدة في الفروسية: الفرس النائم هو ليس فرس سباق. استيقظ. الآن سأريك كيف نتعامل في بلدتي مع الفرس الكسول. الآن نحرز بعض التقدم. أصبح الأمر مملا حقا يا صديقي. حسنا، عرفت أني أستطيع جعلك تفتح عينيك أيها الكسول. القاعدة الثانية: عند استيقاظ الفرس أخرجه من الحظيرة. هذا الفرس حقا يمتحن صبري. إذن هذا الفرس يعتقد أنه من الطبقة الراقية. أنا علي إذن أن ألعب لعبته. لقد فقدت فرسي ومباراة البولو ستبدأ بعد دقائق. سيكون كرما منك أن تسمح لي بركوبك. هل تسمح لي بركوبك أيها الحصان الجميل؟ أنت رائع. الآن كل ما عليك أن تفعله معي هو مطاردة الكرة أينما تذهب، فهمت؟ أحسنت فعلا. هذا عرض جيد يا بطل. والآن هيا بنا نكمل هذا التدريب والعرض الجيد في ملعب السباق. حسنا، لا داعي للقلق. القاعدة الرابعة: حين تضعه أينما تريد أغرقه بالعطف. كل الأحصنة حين تصل للطريق كل ما عليها فعله هو وضع حافر أمام الآخر وتمشي يسار يمين يسار يمين يسار يمين يسار يمين، كما لو كنت ترقص. هل فهمت؟ حصان ماونتي غير مقبول. أنا الذي أركبك. امشي.
نعم الآن فهمتها. هذا منعطف بسيط جدا. أقول إنك موهوب، وسأجعلك حصان عروض رائعا بمهارتي المتميزة. لا يا سارة، بعد الآن انعطف يمينا واحترس من الضباع. حسنا، هذا يكفي. أراك هناك تختبئ أيها الحصان الجبان. الآن ماذا سأفعل لأحولك لفرس يركب أيها الجبان الكسول الأحمق المزعج؟ انتظر لحظة، وجدتها. القاعدة الخامسة: عامل الفرس كفرس، لكن عليك أن تجعله يستمع إليك أولا. الجميع يحترسوا. انزلاق صخري. تحرك الآن، إلا إذا أردت أن يكون هذا تدريبك الأخير. أنا أستطيع أن أتركك بسهولة هنا. هيا فلنهرب من الانزلاق الصخري. صباح الخير يا رفاق. هذا غير معقول. لم أكن لأصدق لولا أن رأيته بعيني. لا أصدق أنك دربته. ها هي $5 لأنك ربحت السباق. $5؟ أنت جاد؟ أنا أستحق أكثر كثيرا من $5. أستحق على الأقل $100 الآن. لو لديك أي تقدير عليك أن تجعله يدرب جميع أحصنتك. إنه رائع. والآن أنا رائع أيضا لأني أستطيع الطبخ وعمل أشياء بالخشب. يمكنني حتى أستطيع